زهقتوا وتعبتوا من تربية الفراخ البيضا ومن قرفها وتعبها ومرضها، عاوزين بقى بديل مناسب، فأنسب نوع تربوه طعم ولحم ووزن هو الفراخ الساسو. طب هل الفراخ الساسو دي ينفع تتربى مع الفراخ البيضا؟ يعني إحنا ممكن نجيب الاتنين ونربيهم الاتنين مع بعض؟ هاجاوبكم برضه على السؤال ده. وكمان هاقول لكم هنا كل التفاصيل عن تربية الفراخ الساسو في البيت، سواء بغرض الذبح والأكل يعني الاستخدام الشخصي، أو الناس اللي حابة إنها تكسب منها وتعملها كمان كمشروع صغير، يعني تجيب مثلًا من 20، 30، 50 كتكوت وتبيعهم وتكسب فيهم إن شاء الله. هنتكلم إن شاء الله عن تربية الفراخ الساسو بالتفصيل، مميزاتها، عيوبها، الأمراض اللي ممكن تصيبها، كمان إيه المكان المناسب لاستقبالهم، كمية العلف اللي بياكلوها، وزنها بيطلع قد إيه، يعني بتوصل الوزن ده على عُمر قد إيه. كمان هادّيكم جدول الوزن المثالي في كل عُمر علشان تبقى معلوماتكم كلّها كاملة، وعلشان كمان ناس كتيرة كانت بتسأل على جدول الوزن للفراخ الساسو. معلومات كتيرة أوي ومفيدة ليكم، تابعوني بس الفيديو معايا للنهاية. بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نصلّي كده على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمان أتمنى منكم إن أنتم تعملوا لايك للفيديو، شير كتير مع أصحابكم عشان نرفع الفيديو، وأنتم عارفين طبعًا إن الشير بيفيد الغير وناس كتير غيرنا تستفاد. الأول أعرّفكم بنفسي، أنا سمسمة ودي قناتي خير بيوتنا مع سمسمة. لو أنتم بتشوفوا القناة عندي لأول مرّة اعملوا اشتراك وفعّلوا زر الجرس للكل علشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. أول حاجة خلّينا نجاوب عليها، وهي ينفع نربّي الفراخ البيضا مع الفراخ الساسو؟ أقول لكم أيوه طبعًا ينفع لو الكمية قليلة. لو الكمية قليلة بنربيهم الاتنين مع بعض لحد النهاية. لو الكمية كبيرة وإحنا عاملينها بقى كمشروع، لأ هنفصل وكل واحد فيهم هياخد كمية العلف بتاعته في الأيام بتاعته المضبوطة، ونبتدي نفصل الفراخ البيضا عن الفراخ الساسو. لو زي ما قُلت لكم كده كمية صغيرة، فإحنا هنربيهم لحد أمّا نذبح الأبيض ونكمّل بقى بعد كده بقية دورة الساسو. خلّينا بقى نتكلّم كده النهارده، إحنا هنتكلّم عن الفراخ الساسو بس، ما لناش دعوة بقى بالفراخ البيضا. فخلّينا نتكلّم أول حاجة عن مميزات الفراخ الساسو. أول ميزة وأهم ميزة إنها عندها مناعة قوية جدًا، تقدر تقاوم الحر وتقدر كمان تقاوم البرد. تاني حاجة من مميزاتها برضه إن هي وزنها بيكبر وبيتضاعف بسرعة عن أنواع تانية كتير، زي البلدي مثلًا الحُر، زي الهجين، زي المشعّر، حتى كمان الفيومي، فهي بتكبر أسرع وبتجيب وزن أكبر من الفيومي في وقت أقل. لكن طبعًا من حيث الطعم فهي طعمها قريب جدًا من البلدي وطعمها أحلى بكتير من الأبيض. هي عامةً فراخ بغرض التسمين أكتر منها كمان بغرض البيض. هي لو سألتوني هي بتبيض، أقول لكم أيوه هي بتبيض، لكن بيضها مش كتير زي أنواع تانية كتير، زي الأنواع اللي إحنا بقى لسه قايلينها، اللي هي زي البلدي الحُر والهجين والمشعّر والفيومي، ده بيضهم أكتر منها. فالساسو الأساس بتاعها هي بغرض التسمين، لكن لو أنتم حابين إن أنتم تسيبوها للبيض عندكم سيبوها، هي بتبيض عادي زي الفل، لكن مش كل يوم هتدّيكم بيض، فكمية البيض بتاعتها مش كبيرة. فأنا يعني ما باحبذهاش أوي إنها تكون للبيض يعني. زي ما قُلت لكم كده هي طعمها قريب أوي من البلدي. كمان بقى من ضمن مميزاتها سعر بيعها العالي، يعني سعر بيعها أكتر من سعر بيع الفراخ البيضا. يعني نقدر نقول إن إحنا هنكسب منها كويس لو إحنا عملناها كمشروع. طبعًا ناس كتيرة برضه بتفضّل إنها تاكل فراخ بلدي، لكن عشان إحنا نجيب بلدي ويطوّل معانا أوي في الوقت، فإحنا الساسو أنا شايفاه إن هو بديل مناسب. طعمه قريب جدًا من البلدي، يعني طعمه حلو جدًا برضه. سعر بيعه عالي، قريب أوي من البلدي، وفي نفس الوقت الوقت بتاعه بيكبر في وقت مش كبير، فاهمين؟ بس فلو عملناها كمشروع هتلاقي إن هي كسبت معانا كويس. دورة تربيتها بتبقى من 55 ل60 يوم، يعني على حسب بقى الوزن إيه اللي أنتم عايزين يعني توصلوا له. هي بتوصل عامةً وزن من 2 ل2.5 وأحيانًا بتوصل كمان 3 كيلو. سعر الكتكوت بتاعها بيكون أقل من الأبيض، بس طبعًا زي ما أنتم عارفين السعر بيختلف من يوم ليوم، وكمان سعر اللحم بيختلف من يوم ليوم، لكن سعر اللحم بتاعها معروف خلاص إن هو كده عالي قريب أوي من البلدي، يعني بيبقى فارق ما بينهم حاجات بسيطة جدًا يعني. من مميزاتها كمان بقى لو أنتم هتربوا يعني في البيت، فهي ما بتعملش ريحة بقى زي ريحة الأبيض. أنتم عارفين إن ريحة الفراخ البيضا بتبقى مش حلوة، والأمونيا بتبقى كتيرة أوي في المكان كده، بتبقى عاملة ريحة جامدة. لكن الفراخ الساسو يعني نضيفة بصراحة، أنا بافضّلها وباحبها جدًا أكتر من الفراخ البيضا بكتير يعني. لكن بقى من عيوبها طبعًا إن هي بتكون أكثر عُرضة للإصابة ببعض الأمراض، زي مثلًا مرض الكوكسيديا، اللي هو أمّا تلاقي مثلًا في الفضلات بتاعتهم في لون أحمر كده. كمان لو جالها أمراض تنفسية ممكن تعمل انتفاخ العين، ودي عيوبها، لكن كمناعة هي أعلى طبعًا من الأب. وطبعًا لمّا تبقى مناعتها قوية، ده بيخلّيها مميزة في تربيتها عن الفراخ البيضا. نتكلم بقى عن شِرى الكتكوت.
لإن ده مهم جدًا، 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 خاصةً لو أنتم زي ما قُلت لكم كده عايزين تعملوها مشروع، أو حتى لو أنتم هتربوا في البيت، مش هنروح ندفع فلوس في حاجات مش هتدّينا اللي إحنا عايزينه، فاهمين؟ خسارة يعني حرام، وإحنا دلوقتي الدنيا كلّها بقت غالية، فمش هندفع فلوس في أي حاجة، فلازم نشتري كتكوت يكون شِفَر، يكون كتكوت ساسو شِفَر اللي هو يكون فرز أول، بلاش الكتكوت الفرز التاني، لإن هي ما بتجيبلكوش الوزن اللي أنتم عايزينه. لازم يكون كتكوت جيد من مكان كويس عشان تضمنوا إن هو يدّيكم حاجة تكون كويسة، ده اللي بيجيب معانا وزن كويس في وقت قليل. كمان العلف يا جماعة مهم جدًا إن إحنا نجيب علف نوع كويس، بلاش النوع السوق، يعني نشوف كده شركة كده كويسة، طبعًا هي في شركات كتير أوي، وكل مكان موجود فيه شركة، فنشوف كده شركة كويسة، بلاش نوع يكون سوقي، يكون رديء، يكون مركون مثلًا عند الراجل اللي بنشتري منه العلف بقى له فترة، لإن ده بيكوّن سموم فطرية ما بتكبّرش الفراخ، لإن ممكن على فكرة ياكلوا وفي الآخر ما يبانش عليهم، فممكن برضه يكون العلف، فهنضطر إن إحنا نغيّر لهم نوع العلف، فاهمين؟ دي طبعًا بتبقى حاجة مش حلوة إن إحنا نرجع نغيّر نوع العلف، لإن ده بيعمل حاجة اسمها سموم وشغلانة كده يعني، فأنتِ يعني الأحسن إن إحنا نوثق كده من الأول في نوع كويس، ما نشوفش الأنواع الرديئة أو السوقية، نجيب نوع شركة تكون معروفة علشان نقدر نوصل للوزن المطلوب ونحاول نقلل. هي عامةً يعني الفراخ الساسو الحمد لله ما بيبقاش فيها نافق كتير زي الأبيض، بتبقى نسبة النافق فيها قليل. بس عشان ما نخسرش يعني فلوسنا نختار علف يكون من شركة معروفة. بالنسبة بقى للمكان اللي إحنا هنربي فيه الفراخ الساسو بتاعتنا، أهم حاجة ما يكونش فيه تيار هوا، خاصةً في العمر الصغير لحد 21 يوم، دي فترة حضانة الكتاكيت الساسو، ودي أهم فترة في عمر الفراخ الساسو، هي لحد 21 يوم، طبعًا من بعدها برضه لازم هنهتم وكل حاجة، بس أنا باقول لكم فترة الحضانة دي اللي لو عيوا فيها أو جالهم فيها دور برد أو ما وصلوش لوزن كويس، فده بيأثّر أوي على باقي الدورة هيقرفوكوا في باقي الدورة. لازم كمان يكون في تهوية جيدة، حاجة كده بس بسيطة نجدد بيها الأكسجين. أول استقبال ليهم بيكون على حرارة 34 درجة، تبتدي تنزل بقى كده تدريجيًا لحد ما نوصل لحرارة 22 أو 26، وده تقريبًا بيكون في عمر يعني من 21 مثلًا لحد عمر الشهر، وتثبت بقى على كده، يعني من 22 ل26 تثبت على كده لحد إيه، النهاية، لحد ما نيجي نذبحهم بقى ونبيعهم. يعني كل أسبوع نبتدي كده ننزّل تدريجيًا. لحد آخر الدورة بقى زي ما قُلت لكم تفضل بقى ل26، لو في ترمومتر هنعلّق الترمومتر ونشوف الحرارة، لو ما فيش مشكلة خالص، إحنا بنتابع الكتاكيت بتاعتنا، لو بتتحرك في المكان كده كلّه، كلّها حيوية، بتاكل وتشرب، يبقى كده الدنيا معانا تمام، الحرارة بتاعتنا كده مضبوطة. لازم بقى كمان قبل بقى ما نبتدي نجيب الكتاكيت يكون المكان بقى جاهز، يعني نكون مدفيين المكان بالحرارة اللي إحنا قايلين عليها اللي هي 34، نكون فارشين بقى شوفوا أنتم هتفرشوا إيه بقى نشارة، هتفرشوا تبن، قش، أي حاجة تكون مفروشة تحت الكتاكيت أو هتربوا ببطارية، ما فيش برضه مشكلة، ونضبّط أهم حاجة نضبّط درجة الحرارة، المَيّة يا جماعة والله دي يعني معلومة مهمة جدًا خدوا بالكم منها، المَيّة تبقى جاهزة في المكان اللي بيتربى فيها الكتاكيت قبل وصول الكتاكيت مثلًا بحوالي مثلًا 3، 4 ساعات، ليه؟ علشان المَيّة لازم تاخد من نفس درجة حرارة المكان، ما ينفعش أول ما ييجوا نكون حاطين لهم مَيّة ساقعة اللي هي مَيّة من الحنفية دي، لأ بالنسبة لهم كده هتبقى ساقعة، ليه؟ لإن هُم لو جُم شربوا أول حاجة نزلت معدتهم هي المَيّة الساقعة دي، فهي دي بتعمل التهابات معوية، لو إحنا بقى حاطينها في المكان فبتدفى، بتاخد نفس درجة حرارة المكان اللي هُم فيه، فلمّا بتدفى كده ما بتيجيلهمش بقى أي نزلات معوية ولا أي التهابات ولا أي حاجة زي كده. في بداية أول يوم بنحط لهم السقايات عادي، وبنحط أطباق تحضير، ما ينفعش نحط علافات، بنحط في الأول حاجة اسمها طبق تحضير، لإن هُم ما بيعرفوش ياكلوا من العلافة، مثلًا ده العمر إيه، 4 أيام، ومن بعد ال4 أيام نبتدي بقى نحط لهم العلافة، وكل لمّا يكبروا نرفع العلافة عن الأرض، يعني نجيب مثلًا قالب طوب ونحط فيه العلافة، أو نعلقها في أي حاجة كده ونبتدي نرفعها، ليه؟ ده بيخلّي الفرخ ياكل وهو واقف، وده بيخلّي الفرخة صدرها يبقى مفرود، وكمان ما نعملش تهدير من العلف، لإن أنتم عارفين الفراخ الساسو قريبة في سلوكها زي الفراخ البلدي بتحب تنكش في العلف كتير يعني، فما يبقاش في إهدار في العلف، كمان يعني نسيت أقول لكم إن في طبق التحضير في الأول ما نحطش كمية كبيرة، لأ نحط كمية صغيرة عشان بيحصل برضه إهدار في العلف، بينكشوا فيه وبيُقع منّهم وما بياكلوهوش وبيقعدوا كتير جدًا في الطبق، بيعملوا برضه فضلات في الطبق ده، فما بتبقاش طبعًا العلف ده مش هيتاكل، فهي بنحط بس كمية قليلة وكل أمّا تخلص ننضّف الطبق كده ونحط غيره. كمان عايزة أقول لكم الإضاءة بتكون موجودة ليل نهار علشان ياكلوا، لإن أكتر الأكل كمان بيكون بالليل، لو إحنا بقى كمان مستخدمين اللُمَض الصفرا دي عشان ندفّي، يبقى معنى كده إن إحنا فعلًا لازم تكون ليل نهار، خاصةً زي ما قُلت لكم كده في العمر الصغير. بالنسبة بقى للمَيّة، فإحنا أول يوم بنستقبل على محلول معالجة الجفاف أو ده من الصيدلية البشرية، أو معلقة عسل أسود في المَيّة،
بعد كده ده لمدة 8 ساعات، بعد كده بنشيل المَيّة ونبتدي ننزل بقى تاني يوم بمضاد حيوي معوي وتنفُّسي مع بعض، إحنا بنجيبهم من نفس المكان اللي هم بيبيعوا فيه الكتاكيت أو من أي صيدلية بيطرية، هو تقولي بس للدكتور وهو الدكتور هيدّيكم. ده بننزل في المَيّة لمدة 3 أيام ونكمّل بقى باقي الدورة، عايزين بقى تدّوا فيتامينات، أملاح معدنية، أ، د، 3 أهي، أو ننزل بالأعشاب، لإن الأعشاب بتحسّن أوي الطعم، وكمان يعني لو إحنا هنربّي للبيت ما فيش داعي بقى إن إحنا نستخدم يعني أدوية، أصلًا الساسو طعمه طبعًا حلو جدًا، طعم اللحم قريّب من البلدي، لكن الأعشاب بتحسّن برضه من الطعم أكتر. عشان كده برضه يعني عشان اللحم طعمه حلو، فده بيخلّيه مُفضّل كتير عن الفراخ البيضا. ممكن مثلًا نحُط لهم سمسم، حبّة البركة، كركم على العلف، ده بيتحط من أول يوم ما فيش مشكلة. ممكن نعمل أعشاب وخلطات لزيادة الوزن، زي مثلًا الحلبة، حاجات كتيرة هنعمل بيها فيديو بقى بيها مخصوص عشان زيادة الوزن، لكن بلاش بقى نطوّل يعني يعني مش عايزة أطوّل عليكم أوي الفيديو، لإن الفيديو كده طال، بس أنا باحاول أجمّع لكم كل المعلومات علشان الناس اللي أول مرّة تربّي الفراخ الساسو، لإن في ناس كتيرة بتقلق من الفراخ الساسو، لا والله يا جماعة هي جميلة. خلّينا بقى يالّا نكمّل، بس قبل ما نكمّل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير واشتراك في القناة. يالّا بقى خلّينا نكمّل بياكل قد إيه كل فرخ بياكل أو كل كتكوت بياكل من 4 إلى 4.5 كيلو من عُمر يوم عشان لحد النهاية علشان يدّينا الوزن اللي إحنا قُلنا عليه اللي هو هيدّينا 2.5 كيلو. من عُمر يوم لحد عُمر 20 أو 22 يوم بياكل كل فرخ فيهم تركيز 23% تقريبًا بيبقى حوالي كيلو من البادي، اللي هو تركيز 23% اللي هو بيسموه علف سمسم ده. ده لحد يوم 20 أو 22 يوم بيخلّصوا الكيلو، من بعدها بقى ال3.5 كيلو بنكمّل بعلف نامي لحد النهاية، اللي هو تركيز 21%. أنا بصراحة ما باجيبش العلف الناهي، وهتلاقي ناس كتيرة جدًا مش شغّالة بالعلف الناهي، فهي تشتغل بالعلف النامي. بعد ما يخلّصوا العلف اللي هو الباتي بنخلّط لمدة 3 أيام، وبعد كده بنكمّل بالعلف النامي لحد النهاية. ده ممكن طبعًا كمان نخلّط لهم من أكل البيت، لكن ده من بعد عُمر ال45 يوم، اللي هو من بعد شهر ونُص، عشان يكون جاب كده وزن كويس، ويكون العلف كده أسِّسه واتأسس صح بالعلف. وأكل البيت طبعًا يا جماعة لو هتحطوه لا يُغني خالص أبدًا، أبدًا، أبدًا عن العلف، لإن العلف ده تعتبر هو الوجبة الأساسية اللي فيها كل المكونات اللي هم عايزينها. أكل البيت ده حاجة كده يعني إيه، وجبة كده إضافية. ونصيحة يعني لو هتعملوا الموضوع ده كمشروع يا جماعة يبقى علف، عشان يجيب معاكم وزن كبير في الوقت القليل وتقدروا تكسبوا منه. خلّينا بقى كده ننهي بقى الفيديو بتاعنا بجدول الأوزان المناسب لكل عُمر من الفراخ الساسو، علشان برضه توزنوا في كل عُمر كده وتعرفوا إن أنتم ماشيين صح. طبعًا هو يعني الوزن ده هو ده الوزن المثالي، لكن طبعًا الأوزان بتاعتنا بتكون بتتراوح بين الوزن اللي أنا هاقوله لكم دلوقتي واللي صورته موجودة قدّامكم دلوقتي على الشاشة. فهُم في عُمر أسبوعين بيكون الوزن بتاعهم حوالي 300 جرام، عُمر 3 أسابيع بيكون الوزن حوالي 600 جرام، في 4 أسابيع بيكون الوزن حوالي 900 جرام إلى كيلو، يعني في عُمر الشهر تقريبًا بيجيبوا من حوالي 900 جرام إلى كيلو، عُمر 5 أسابيع بيوصل وزنهم لكيلو 200 جرام، لعُمر 6 أسابيع بيوصل لكيلو 600 جرام، 7 أسابيع كيلو 950 جرام، 8 أسابيع اللي هو خلاص قرّبنا كده على الشهرين فهو بيوصل ل2 كيلو 100 جرام، طبعًا هو بيجيب وزن أعلى من 2 كيلو 100 جرام، بتوصل ل2 وربع وتوصل ل2 ونُص وأحيانًا كمان بتوصل ل3، لكن أنا باقول لكم طبعًا ده متوسط الأوزان، يعني ممكن نلاقي وزن أعلى يعني كتير من كده، وده كده يبقى إحنا ماشيين بقى حاجة كده معانا زي الفل، وممكن نلاقي أقل من كده حاجة بسيطة لو يعني في نفس الحاجات نفس الوزن اللي قدامكم على الشاشة ده، بس حاجة بسيطة أقل منها فما فيش فيها برضه أي مشكلة. أنا بيتهيأ لي لحد هنا كده إحنا يعني حاولت إن أنا أجيب لكم كل حاجة، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا، أتمنى إن أنتم يكون يعني الفيديو عجبكم، ما تنسوش لو استفدتوا لايك وشير كتير عشان الكل يستفاد. دمتم بخير وبيوتكم دايمًا مليانة بالخير، أشوفكم على خير إن شاء الله.